السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو هذا نتوما بصحه جيده يا ربي الحبيب. اليوم كما كتشوفوا معايا جيت نشارك معاكم طريقتي في تحضير الرز بالحليب اللي كيجي صراحه زوين ومفرز حبه حبه. كيجي صحي وزوين، تقدروا تعطيوه لوليداتكم، الوليدات الرضاع الصغارين، وتقدروا تاكلوه نتوما الكبار. راه الصراحه كيجي زوين بزاف. كما كتشوفوا معايا هنايا انا خديت الكميه اللي بسيطه اللي ممكن اي واحد صراحه ياخدها، اقتصاديه. وهنايا كما كتشوفوا معايا خديت 2 كيسان بقياس العنبه ديال الرز اللي خديته غسلته مزيان ونقيته، حيتاش الرز ضروري ما كتلقاو فيه شي حجيرات ولا شي حاجه، ضروري ما خصو يتنقى وتغسلوه مزيان. هنا خديت كما كتشوفوا معايا 2 كيسان ديال العنبه ديال الرز اللي نقيتهم مزيان، و3 الكيسان د الحليب. خديت هنايا طنجره اللي غادي ندير فيها الماء غليان، قياس 6 ديال الكيسان ديال الماء بكاس العنبه، الماء اللي يكون طايب. هنايا درت الرز ديالي كما كتشوفوا معايا، غنديرو في الماء اللي هو غليان، كنزيد عليه معلقه ديال الزبده. الدور ديال الزبده كتخلينا الرز ما يتعجنش وما يلصقش وكيجي زوين. معلقه ديال الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق. انا هنايا رديت كلشي فوق النار اللي هي متوسطه. غادي نبقى نحرك كل مره، غادي نبقى نحرك كما كتشوفوا معايا. هنا كتذوب لينا الزبده وكتخلط لينا مع الرز مع الماء ومع المليحه كما كتشوفوا. هنايا راه بدا كيطيب، راني كنحرك فيه كما كتشوفوا معايا، راه هو كيجي مفرز وكاع ما معجن. تبقاو كل مره دوزوا يديكم هكا، تبقاو تحركوا باش ما كيتعجنش معاكم وما كيلصقش ليكم. كما كتشوفوا معايا انا هانتوما، راه هو كيجي مفرز وما كيتعجنش الصراحه. هاد الطريقه عندي معتمده من زمان، صراحه دي الطريقه ديال زمان اللي علموها لنا جدودنا، كيجي بها زوين بزاف. كاين الناس اللي كطيب الرز مع الحليب، كيجي الرز ناشف بزاف من الحليب. انا حتى كنسلق الرز مع الملحه وشويه ديال الزبده وتا كيطيب لينا الرز. ملي كيطيب الرز عاد كنزيدو عليه الحليب. هنا كما كتشوفوا معايا الرز طاب، غادي نزيد عليه الحليب. هنايا كناخذ 3 ديال الكيسان ديال الحليب. خديت 2 كيسان د العنبه ديال الرز، غادي ندير معاهم 3 الكيسان ديال العنبه ديال الحليب. غادي نحرك مزيان. منين غادي يتشرب ليا الحليب ويتخلط مزيان مع الرز، غادي يغلي ويعاود صافي. غادي نطفي عليه البوطه. دابا هنا غادي نحرك مزيان كما كتشوفوا معايا، الحليب بارد. غادي نحرك مزيان، نبقى نحرك حتى كي يغلي وكيعاود كما كتشوفوا معايا. ومن بعد راه عاد نطفي عليه البوطه. هنايا راه بدا كيغلي، شفتوا معايا راه بدا كيغلي وبدا يتشرب لينا الرز، كيتشرب لينا داك الحليب. غادي نبقاو نحركو مزيان. كما قلت لكم هاد الطريقه هذه راه تقدروا تعطيوها لوليداتكم من 6 شهور، راها طريقه زوينه. انا عطيتها لوليداتي ملي كان عندهم 6 شهور، الصراحه زوينه بزاف، كانت كتشبعهم وكانت كتنعسهم. صراحه هاد الوصفه هذه زوينه بزاف. كنتمنى من الله انها تعجبكم. وإلا وصلتوا حتى لهنا خوتي خواتاتي، كما العاده ما تنساونيش من واحد اللايك، وما تنساونيش من كومونتير ديالكم الزوين. فعلوا ليا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وشكرا لكم. هنايا صافي راه طاب كما كتشوفوا معايا، راه كيجي الصراحه زوين بزاف. واعر واعر بزاف صراحه. واخا نوصف لكم، راه الكاميرا ما عطاتوش حقه في التصوير، ولكن الصراحه راه كيجي بنين بزاف. جربوه، كيجي مفرز حبه حبه. اللي عمره ما صدق ليه الرز بالحليب بهذه الطريقه هذه غادي يصدق ليكم. بالنسبه للناس المبتدئات، بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لوليداتهم، هذه الطريقه هذه راها كتجي زوينه بزاف وما كيتعجنش معكم الرز. جربوها على ضمانتي.
وإلا وصلت اخوتي خواتاتي حتى لهنا غادي نقول لكم بسلامه عليكم وتبقاو على خير. شكرا للناس اللي كتشجعني، شكرا للناس اللي كتخلي في حقي كلمه زوينه، وباي باي.